السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. كابتن خطيب، يا كابتن خطيب، يا رئيس أعظم نادي في الكون، يا كابتن خطيب، يا اللي فريقك بينافس بس ريال مدريد العالمي. مش عيب يا كابتن خطيب، مش عيب يا كابتن خطيب تتقمص وتزعل وتقوم الدنيا ما تقعدهاش عشان الزمالك بيتفاوض لمجرد التفاوض ان هو يجيب لاعب اسمه احمد ربيع بيلعب في البنك الاهلي. احمد ربيع كان من سنه ونص بيلعب في نادي السكه درجه تانية. مش عيب نادي المليارات يزعل ويقوم الدنيا ما يقعدهاش عشان لاعب مغمور اسمه حامد حمدان بيلعب في نادي بتروجيت؟ مش عيب يا كابتن خطيب الكلام ده؟ مش عيب فريق جاب بيكهام وجاب العش وجاب ديانج وجاب زيزو وجاب اشرف بن شرقي، تمام، كل اللعيبه دي، ويروح يتقمص ان الزمالك مجرد ان هو بيتفاوض مع لاعب اسمه احمد شريف؟ هل ان اللعيبه انصاف النجوم دي عامله لكم مشكله كبيره قوي قوي كده؟ يعني هل ان اللعيبه دي عامله لكم وابل من التفكير اللي في راسكم ان الزمالك لمجرد بس ان هو بيستقر، مش بيستقر، بادئ يستقر فنيا بلعيبه انصاف نجوم، اسماء ليست لامعه، اسماء ليست سوبر، نعمل كل الموضوع ده ونجيب نادي قطر القطري المحلل بتاع النادي الاهلي بتاع كل سنه اللي بنودي فيه بيرسي تاو عشان نبعده عن الزمالك، وبنودي فيه احمد عبد القادر عشان نبعده عن الزمالك، وبنودي فيه اي لاعب ممكن بس مجرد ان احنا نمشيه وممكن الزمالك ياخده. يعني هل دي رياضه؟ طب بص يا كابتن خطيب، انت يا باشا خد حامد حمدان وخد احمد ربيع ويا عم خد محمد السيد، وما فيش اي مشكله تاخد حسام عبد المجيد ورجع مصطفى محمد وخد النادي الاهلي، وهات باص او هات قطر او هات سوبر جيت ولم كل النجوم الاولى في الرياضه المصريه وفي الدوري المصري، خدهم وقعدهم عندك بعد ما جددت اللائحه وخليتها 35 لعيب في القايمه بتاعه الموسم الجديد ده عشان تجيب اللعيبه تقعدها دكه وتطلعها في المدرجات كمشجعين. يعني زي عمر الساعي وزي لعيبه كتيره جدا ما لمستش الكوره معاكم من ساعه ما خدتوها لمجرد بس ان انت كنت تضعف نادي الزمالك مش المنافس. بس لو سمحت بعد ما تاخد الحاجات دي كلها وتكوش على اللعيبه دي كلها ما عادش هتطلع بيانات في اول اسبوع في الدوري العام وتهدد بيها الحكام، ولو حسبوا مجرد ان هم يحسبوا ضربه جزاء لنادي الزمالك، طب ما عادش هتخلي الحكام يحسب لك 20 دقيقه وقت ضايع عشان تتعادل؟ طب ما عادش هتخلي الحكام يغيروا لك لوائح او رابطه او اتحاد كوره يغير لك لائحه كامله عشان ياخد الدوري من بيراميدز يحطه في الجزيره؟ فضيحه العالم كله بيتكلم عليها. يعني بعد الحاجات دي كلها ما عادش طب ما عادش هتنسحب من قدام نادي الزمالك، قصدي من قدام ناصر منسي الاسطوره، وتخاف ان انت تروح الملعب؟ اتمنى ان انت بعد ما تكوش على اللعيبه دي كلها وتحطهم كلهم عندك ان شاء الله تسكنهم حتى في غرف وما ينزلوش ولا يلبسوا فلنه وشورت. اتمنى ان انت تدي حيز للرياضه يبقى فيها بقى تنافس جوه الملعب مش بره الملعب بالالاعيب اللي احنا كلنا عارفينها ودارسينها ومتاكدين منها. تحياتي.